وانا قاعد كده صاحبي ماسك الموبايل وعمال اقلب. طبعا كلنا قاعدين ماسكين الموبايل وعمالين نقلب فيه. فظهر قدام مني حاجه كده وقفتني. ايه يا عم اللي ظهر قدام منك وعامل فيديو بسببه ده؟ لا، ما هي حاجه مهمه. حاجه مهمه وحاجه كبيره مش صغيره يعني. لقيت جدول الدوري العام، اللي هو جدول الدوري بتاعنا. ببص على الفرق والترتيب، فاضى بقى. ببص لقيت لك بيراميدز الوحيد اللي لعب 8 مباريات. 8 مباريات، وباقي الفرق لعب 11 مباراه. يعني بيراميدز متأجل له 8 3 مطوشه. 3 مطوشه عن الاهلي والزمالك وعن بقيه الفرق. فقعدت ادور برضه، قلت طب تشوف كده اي فيديو كده قلب، يمكن تلاقي خالد الغندور يتكلم عن المؤجلات مثلا بتاعت بيراميدز. طب ابراهيم عبد الجواد، طب هاني حتحوت، طب رضا عبد العال، طب عفيفي، اي حد كده طلع، او الدرديري طلع قعد يدبدب في الارض على المؤجلات وقعد يقول لك تكافؤ الفرص وكده ما ينفعش، واشمعنى الاهلي هو اللي بيتاجل له والكلام ده كله. ما لقيتش خالص. في الاخر لقيت اللي هي نتيجه واحده. انت مشكلتك مش في المؤجلات ولا مين بيتاجل له. عارف، لو اي حد تاني اتاجل له الدوري كله مش هتفرق معاك. انت مشكلتك يا حبيبي، او مشكلتك الوحيده الاهلي. اللي انا استنتجته من الموضوع ده ان انت مشكلتك الاهلي، مش مشكلتك مؤجلات ولا تكافؤ فرص ولا الكلام اللي انت بتتكلم عليه ده. هو الاهلي مشكلتك الوحيده وعقده حياتك، مش اكتر. لان انا ما عنديش تفسير غير كده. انت لو عندك تفسير غير كده قول لي، اكتب لي يا عم، قول لي لا انا عندي تفسير تاني. اصل بيراميدز كان بيلعب في بطولات ما كانش بيلعب فيها الاهلي. يعني ما اعرفش، هي البطولات افريقيا، انتر كونتيننتال، كاس العالم للانديه، سوبر مصري، سوبر افريقي، دوري سوبر. هي المطوشه اللي كان الاهلي بيتاجل له عشانها المباريات. فما شفتش اي اختلاف. بس هنا الاهلي لما كان بيتاجل له كنا بنسمع صياح ودبدبه، والاهلي والدوله والحكام والدنيا والكلام ده كله. طب اشمعنى بيراميدز بقى لما اتاجل له السنه دي ما سمعت الصوت ولا واحد فيكم؟ طب انا عايز زملكاوي يرد عليا يقول لي لا، بيراميدز، اصل بيراميدز كان بيلعب في حاجه معينه غير الاهلي. اقنعني، ما انا قاعد عايز حد يقنعني. فانت لو عندك رد اقنعني، ماشي؟ ابعتها له عشان معموله له. سلام.